السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. النهاردة يا حبايبي فيديو جديد معانا، فيديو جميل جدا، فيديو قوي جدا جدا جدا. الفيديو دوت هيخلينا نعيش واحنا مرتاحين ومبسوطين. ليه؟ لان احنا هننضف البيت كل يوم. طب هننضفه من بره وبس؟ لا، ده احنا هننضفه حيطان ودواخل، وهننضف كمان البيبان، وهننضف كل مكان فيه. هننضفه وهنخليه نضيف وزي الفل وزي القشطة. كل يوم هنضف البيت واخليه نضيف من بره ومن جوه، ودواخل ودراج وكله وظرف وكله. ايوه، طب ازاي هنشوف مع بعض ازاي. يلا ندخل الفيديو مع بعض، بس يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، تفعلي بكلمة الكل. يلا نبتدي مع بعض الفيديو الجميل، الفيديو القمر دوت يا حبايبي. اول حاجة، انتي بتقومي الصبح من النوم، طبعا الروتين بتاعك بقى اليومي، بتحبي بقى تروقي بيتك بقى من اول السراير تطلعي على بره بقى على الاوض اللي بره، وتطلعي بقى على الريسبشن وكده براحتك. الترويق اليوم اللي انت بتبدأي بيه ابدأي بيه. بس هقولك على نقطة صغيرة خالص. كل يوم وانت بتروقي البيت كده بتديله مثلا وش، يا اما قبل ما تبتدي يا اما بعد ما تخلصي، حسب الشيء اللي انت هتعمليه. يعني هناخد حتة واحدة بس، هناخد جزئية واحدة. يعني مثلا هقولك النهاردة مثلا انا هروق البيت كله، لكن هاخد مثلا ايه جزئية الشبابيك. هنفض الشبابيك، يبقى الاول انا هبتدي بتنفيض الشبابيك الاول. هاخد كل ما هو اسمه شباك، سواء شباك مطبخ، شباك حمام، شباك اوضه، في اي مكان كل ما هو اسمه شباك عندي في الشقه. النهارده انا هنضفهم وهنفضهم كويس وهلمعهم، وبعد كده هبتدي في الشقه. المهم ان انا النهارده مش هاخد اي حاجه غير جزئيه واحده بس. كل يوم هاخد جزئيه، سواء من الخارج او من الداخل. يعني قمت الصبح روقتي سرايرك زي ما انا كده ما مروقه مثلا السرير وكده اهوت، سواء اخدتي الابواب بتاعت الشقه كلها او خدتي زعفت الشقه كلها. يعني المهم انت حطي قدامك ان شقتك دي كلها اوضه واحده بس، هي غرفه مش اتنين. فانت هتتعاملي مع شبابيك الشقه كلها هو في يوم واحد، مع ترويق الأوضة، مع ترويق الروتين اليومي. هتاخدي برضو مع الروتين اليومي تاني يوم، هتاخدي مثلا تحددي من بالليل انا عايزة اخد النهاردة الابواب بتاعت الشقة كلها. اليوم التالت انا هاخد النهاردة همسك الشقة كلها هزعفها حيطانها كلها. اليوم اللي بعده هجيب شوية مية كده وشوية صابون سايل وهلمع كل الحيطان، في اي حتة كده الاقيها مبقعة او وسخة هلمعها. صدقيني الموضوع دوت سهل جدا 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 وبسيط خالص. انا بكرة احدد مثلا لنفسي، يعني من بالليل احدد لنفسي بكرة ان شاء الله هطلع مثلا وليكن مثلا درج او درجين من التسريحة، من الكومودينو، من الدولاب. هاخد درج او درجين على حسب كل واحدة وايه وقتها. بتطلعي درج او درجين، بتفضيهم، بتروقيهم، بترصيهم، بترجعيهم جداد وكأنهم ادراج لسه فل ادراج كده، عروسة ان شاء الله. طيب، يبقى انت كده هتعملي كل يوم الترويق اليومي بتاعك عادي خالص، لكن هنزود عليه الحتة اللي هي الجزئية الصغنونة اللي قلنا عليها. هناخد حاجة من الدواخل هنخلصها كل يوم. يعني ما تكسليش يوم. يعني مثلا طلعي ايه رف من الرفوف بتاعت اولادك مثلا، وهتشوفوها معايا برضو في الفيديو ان شاء الله. هتطلعي مثلا رف، سواء الرف ده بتاعك انتي بتاع اولادك ايا كان بتطلعيه، هو رف واحد. ما تقليش على نفسك، لان انتي كده هتبقى الموضوع دوت هيبقى ده اسمه روتين يومي، كل يوم انا بعمله مع روتين البيت. لكن انتي بالشكل دوت بتخلي شقتك دي فله من بره ومن جوه، لان كل يوم بتروقيها الترويق العادي، لكن بتاخدي حته كده بدل مثلا ما بتسيبي
بتسيبي الشبابيك، لا انا بمسك الشبابيك كلها بلمعها. النهارده تاني يوم لا انا بمسك البيبان كلها بلمعها. تالت يوم مثلا انت على حسب انت ما انت عايزه تعملي ايه. تالت يوم مثلا باخد ايه ازعف الشقه كلها. رابع يوم بطلع مثلا ايه ضرفة او رف او رفين على حسب كل واحدة ووقتها بيسمح بقد ايه. بتنزلي مثلا رف وتروحي مروقاه، او ضرفة وتروحي مروقاها كلها، او بتاخدي مثلا درج درجين على حسب استطاعتك انتي وعلى حسب وقتك انتي. بالشكل دوت بيتك بيكون مرتب، بيتك بيكون نظيف، بيتك بيكون منظم. وما تنسيش الكركبة، اوعي ترجعي اي حاجة ملهاش لازمة ملهاش عايزة عندك، اوعي ترجعيها تاني في الدواليب، ما ترجعيهاش تاني في مكان ما كانت فيها كركبة. خرجيها وخرجيها بره البيت خالص، بحيث ان انت تبقي قاعدة على طول دايما رايقة ونظيفة. وكمان المكان بتبقى نفسيتك مرتاحة، انتي رايقة، انتي متظبطة كده، كل حاجتك حواليكي كده جميلة كده رايقة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بتبصي كده تقولي ياه يا على الجمال وعلى الحلاوة، ده انا مش مصدقة. يعني مثلا زي كده، مثلا النهاردة مثلا انا اخترت قلت ايه، النهاردة مثلا عايزة ازعف الشقة كلها، او مثلا عايزه اخرج مثلا ظرف الدولاب، او مثلا عايزه اجيب مثلا كل ما هو اسمه مرايه في الشقه. انا النهارده هلمع مرايات الشقه كلها. صدقيني الموضوع مش صعب خالص، الموضوع سهل جدا 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 خالص. بس انتي ابدأي وتوكلي على الله. لكن انا حبيت ان انا اقول لك في الفيديو دوت بس ان احنا كل يوم بنروق، كل صباحا يصبح علينا بنقوم نروق. ربنا يدومها علينا يا رب كده، ويدينا جميعا الصحة والعافية، ونروق وننظف يا رب العالمين. فانت مع الترويقة اليومية بتجهزي من بالليل، انا بكرة ان شاء الله هروق، لكن هاخد معاها ايه، تفتوفة كده، حتة كده معموعة من الحاجات اللي هي اللي ايه اللي متدارية بقى، سواء ضرفة، سواء درج، سواء اي مكان عندك. طلعت الشفونيرة، طلعت الحاجة اللي فيها، رصتها من جديد. المهم بتاخدي حتة كده صغيرة مش اكتر، ما تكتريش على نفسك، علشان لو انتي طولتي على نفسك او كترتي هتزهقي وهتقعي. يعني مثلا جبنا الزعافة، زعفنا الحيطان دي كلها، جبنا مثلا تاني يوم شوية مية كده وشوية صابون سائل، ولمعت بقى اي بقعة اي حاجة بلاقيها في الحيطان اشيلها. الله الله الله، الدنيا معاكي بتبقى فلة فلة فلة، شمعة منورة. تمام تمام. يبقى بكده بس اهم حاجة اتخرجي اي حاجة ملهاش لازمة او اي حاجة كركبة. واهم حاجة قبل ما تعملي كل دوت الاستعانة بالله. اللهم أعني يا رب، اللهم أعني، توكلت عليك يا رب، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. دايما استعيني بالله، استغفروا ربنا، قولي يا رب عني، يا رب خليني يا رب كده أعرف أرتب بيتي. صدقيني الدنيا هتمشي معاكي وهتبقى جميلة جدا. برضو ما تنسيش تشغلي القرآن زي ما اتفقنا، خليكي دايما مشغلة، افتحي شاشة، افتحي اي حاجة كده قرآن، المهم ان انت تسمعي قرآن وانت بيطرد الشياطين. كل يوم الصبح حاولي ساعة الترويق بالذات نفتح الشاشة، تفتحي لاب موبايل بتاعك اي حاجة، المهم تشغلي قرآن اثناء الترويق. تمام تمام، علشان برضو الشياطين تخرج من البيت وكده. وبعد ما بتخلصي برضو زي ما احنا ما متفقين البخور الجميل، لكن البنوتة القمر اللي ما بتحبش ريحة البخور ممكن ترشي اي معطر كده خفيف، بحيث ان يديكي ريحة جميلة ويطرد الشياطين. وجميل بقى ما شاء الله تبارك الله، مشغلة القرآن والدنيا معاكي جميلة. اثبتي على النقط دي. يعني مثلا باب زي كده هوت البيبان اخدها مثلا كلها في يوم واحد. هو النهاردة يوم البيبان، بس ببقى مجهزه ومبيته الحاجه دي من امتى، من بالليل. يعني انت من بالليل بتفكري انا بكره ان شاء الله هروق الشقه كلها، كده كده انا هروق بكره. طب ما ناخد لي بقى معايا ايه جزء كده، اخد مثلا درج، اخد ضرفه، اخد البيبان بكره، ازعف الشقه بكره، حاجه كده تفتوفه كده صغنونه مش هتاخد معاكي الموضوع. صدقيني 5 دقايق، الموضوع كله على بعضه مش هياخد معاكي 5 دقايق، بس هتفرق في نفسيتك. جربي وقولي لي
وحبايبي اللي كتبولي في الفيديوهات اللي فاتت وقولوا لي احنا معاكي يا كنوز، احنا معاكي ان شاء الله كلنا مع بعض. وبرضو اكتبولي في الفيديو دوت وقولوا لي بقى معايا ولا مش معايا المرة دي. حبايبي ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي يا رب. فكده اهم حاجة انا عايزة الراحة النفسية، الراحة النفسية ان احنا نعيش في روقان، نعيش نفسيتنا مرتاحة. ما تنسيش تقرأي القرآن كل يوم، يبقى ليكي ورد وتدعي ربنا باللي نفسك فيه. قولي يا رب عني، يا رب كرمني، ادعي ربنا باللي كل ما نفسك فيه. تمام تمام. يعني اهو زي كده مثلا في المثال ضرفة اهي خرجت كل اللي فيها. هو الضرفة دي كانت متروقة، ايوه كانت متروقة، لكن ممكن مع ان انا باخد الهدوم وبطلع وباخد فالهدوم بتتنعكش مني، او مثلا باجي ارص، فالمهم ايه اخد ضرفه واحده، او مش لازم الضرفه كلها، اخد رف زي ما انا كده مثلا واخده الرف دوت. قلت النهارده مثلا انا هروق الشقه كلها لكن هاخد الرف دوت. سواء بقى بدات بيه هو الاول او بدات بالشقه الاول، براحتك وحسب ما انتي حابه. باخد الرف دوت بنزله بروقه. شوفي بقى اول باول على طول، لو في حاجه انت ما بتستعمليهاش اولادك ما بيستعملوهاش، لو انت بقى بنوته وفي بيت ماما، ماما ما بتستعملش الحاجه دي، بابا، اخواتك، ايا كان الشخص اللي هيلبس الهدوم دي او الحاجات او ملايات او حاجات دي مش هنستعملها، خلاص نخرجها من الضرفه، مش هنحطها تاني، ان احنا مش هنستعملها تاني. تمام تمام. سواء في الضرفه او في الادراج او في او في الظرف، في اي مكان. انا كده خرجت الحاجات اللي انا مش عايزاها، وبخلي الحاجة بس اللي هي اللي هنستخدمها، سواء في ظرف الدولاب او في دراج او في المطبخ او في اي مكان. خدي لك حتة كده معموعة صغننة، هتفرق معاكي جدا، هتفرق معاكي في نفسيتك، والله هتفرق معاكي. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا بنطلع الكراكيب، الكراكيب دي أزمة حياتنا. الكراكيب دي انتوا كلكم أكيد فاهمين وعارفين، الكراكيب دي بتنغص علينا حياتنا وبتضايقنا جدا وبتخلينا كده تحس الواحدة فينا زهقانة ومخنوقة ومتضايقة جدا. صح صح كده. دوت الفيديو، انا عارفة ان الفيديو خفيف ان شاء الله عليكم ويكون يا رب عجبكم، وان شاء الله استنوني فيديوهات كتيرة جاية حلوة خالص، وهنتكلم فيها عن حاجات كتيرة وعن مواضيع شيقة وجميلة جدا. وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.